يا حبيبتي وانا كمان زهقت. هاتي الفرخه، اسلقي الفرخه، حمري الفرخه واعملي ملوخيه او اعملي معاها محشي. كفايه فراخ مسلوقه وملوخيه ومحشي، تعالوا نعمل حاجه جديده ومختلفه. جايه على بالي كده بقالها فتره ونفسي اروح حالا اعملها. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو شايفين ان انا بقدم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. فرخايه حلوه بيضه مش بلدي. نقول مثلا الميزانها في حدود كيلو 200 صافي، يعني هي دلوقتي كده وهي معايا كيلو 200. بعمل ايه؟ بنضفها في محلول تنظيف، والمحلول ده انا كذا مرة اقول لكم عليه لان ده مهم جدا في طعم الفراخ والفينش بتاع وصفتنا النهاردة. يعني فرختك مش هيبقى طعمها حلو غير لما تعملي لها المحلول ده. بعد ما بسيبها في المحلول شويه بصفيها كويس جدا من الميه، وببتدي ان انا اقسمها لنصين. وطبعا المقص بيسهل عليا حاجات كتيره قوي، فابتدي ان انا اقصقصها كده بالمقص واشيل الجزء اللي انتوا شفتوه ده لانه بيسبب زفاره، واروح اشوف الخطوه اللي بعد كده بعمل ايه. بعمل تتبيله بسيطه. طيب انا بسهلها على نفسي وبضرب كل حاجتي كده في الكبه. بصلايه كده تكون كبيره، وفلفلايه، وعليهم كده واحدتين من الطماطم، نص كوبايه من الميه، واروح ضرباهم حلوه قوي قوي لحد لما تتاكدي ان كل الخضار بتاعنا ده داب كده خالص وبقى بالشكل ده. ليه؟ لان احنا مش هناخد الخضار ده صحيح، احنا هناخد الميه بس، يعني احنا عايزين الميه اللي هتفقدها البصل والطماطم والفلفل. بعد ما بصفيه كويس جدا جدا بروح اعمل ايه؟ بتبل بقى. اتبل بايه؟ بشويه بهارات كده عندك حلوه قوي هتديني طعم حلو وهتضيف لي كمان. اول حاجه بقى بعملها ان انا بضيف ليمون كتير. بضيف ليمون كتير علشان انا عايزه الطعم الليمون يبقى ظاهر معايا. بضيف فلفل اسود، بضيف قرفه، بضيف كاري، كركم، معلقه كبيره معلقه كبيره. وكمان انا هنا ضفت لون اصفر من الوان الطعام. ما تقلقوش خالص من الوان الطعام لانها صحيه جدا جدا. عايزين تضيفوها ضيفوها، مش عايزين زودوا من الكركم هيديكوا اللون الاصفر. بروح اعمل كمان ازود ملح واقلب تقلبتين. ويا سلام بقى لو الخطوه دي عملناها من قبلها بيوم، يعني من بالليل كده تبقي عامله حسابك وتقومي بقى تجهزي وصفتنا دي وتجهزي التتبيله كلها، وتاني يوم تطبقي على طول، خصوصا لو بتشتغلي لان هي اصلا ما بتاخدش وقت. هسيبها في التتبيله شويه على قد ما تقدري كده، حبه كتار علشان تاخد من طعم التتبيله. وتعالوا نجيب الصينيه الحلوه بتاعتي. اظن انتوا شفتوا وعرفتوا ان انا جبت الصينيه الحلوه دي بتاعت المندي. بضيف فيها بضيف فيها نص كيلو من الرز البسمتي، غسلاه كويس جدا ومصفياه. بس لاحظوا وانتوا بتشتروا الرز البسمتي انا عايزه الرزايه اللي لونها اصفر، الحبه الطويله. ببهره بكاري وكركم، ورق غار، قرنفل، قرفة، لومي، كمان بضيف جزر، وبضيف عليهم كمان الفلفلتين الحلوين دول، واقعد اقلبهم. ما عنديش يا نشوى الصينيه دي، انت بتصعبيها علينا ليه يا نشوى؟ انا عارفه انتوا هتقولوا لي كده بس انا هقول لكم الحل. معلقتين من الزيت. ولو ما عندكيش الصينيه دي بتجيبي اي صينيه عندك وتضيفي من فوقيها دلوقتي ورقتين كبار او ثلاث طبقات من الورق الفويل عشان يستحمل الفرخه اللي احنا هنضيفها من فوقيها. بالمناسبه انا هنا كمان ضفت كوبايتين كبار من الميه تكون سخنه كويس جدا جدا قبل لما ننزل بالفراخ على الشبكه الحلوه دي. وبعد كده تروحي ضيفه باقي التتبيله من فوق الوش. اظن هو يا ست الكل انا حليت لك مشكله انك ما عندكيش الصينيه دي، هتعمليها هتأدي معاكي نفس الغرض. وعلى فكره انا قبل كده زمان يعني من فتره عملت المندي قبل ما اشتري الصينيه ديت ونجح معايا جدا جدا. بس خلي بالك لما تيجي تعملي الورق الفويل اللي انا قلت لك عليه تعملي له فتحات. بعد ما تضيفي الفرخه تروحي عامله فتحات عشان انا عايزه السوائل اللي في الفرخه تنزل على الرز. بضيف بقى طبقه من الزبده واقفل عليها بورق الزبده، وكمان ورق الفويل. تدخل على الفرن درجه حراره 200 مده لا تقل عن 45 دقيقه. بعد ال 45 دقيقه تطلعيها من الفرن وتروحي مدخلاها على الشوايه. والله الله، عارفين انا ولادي قالوا لي دي احلى مره عملتي فيها فراخ ورز. تخيلوا وانا تعبه نفسي عماله اعمل رز وفراخ ووصفات يقولوا لي دي احلى مره عملتي فيها رز وفراخ. الحقيقه هي احلى مره لان الطعم مختلف جدا. عايزه اقول لكم الحاجات اللي بتفقدها الفرخه على الرز بتدي الرز طعم ونكهه رائعه. الرز مفلفل جدا. هي وصفتنا خلصت لحد كده؟ لا طبعا، ده انا هعمل خطوه دلوقتي توديها في حته تانية خالص. بعد بقى لما بضيف بقى الرز واضيف الفراخ كده من فوق الوش من عليه،
بروح اجيب ايه، بجيب قطعة زبدة، ورق فويل، وفحمتين كده، واروح قافلة عليهم عشان وانتي بتاكلي تديكي الطعم كده المدخن، قال يعني بتاكلي حاجة مدخنة كده حقيقي. اللي مش هيجرب وصفتنا النهاردة فهو خسران كتير. انا كده خلصت فيديو النهاردة، ولو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف بيستحق ان انتوا تشجعوني، شجعوني بلايك كتير وشير كتير. بحبكم جدا جدا. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.